السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة فيديو جديد مع بعض. هنعمل كيكة البرتقال اللي بتغلبنا كلنا، اللي معظمنا بتفشل معاهم. ان شاء الله تعمليها بالطريقة دي وبكل يعني بكل التفاصيل بتاعتها. ان شاء الله مش هتبوظ منك ولا تهبط. يعني في ناس كتير بتهبط منهم، في ناس كتير بتطلع مش هشة، في ناس كتير كمان بتاخد لون من فوق ومن تحت. لا، هنقول النهارده كل قصدي لون من فوق ومن تحت، وتبقى نيه من جوه معجنه. النهارده هنقول مع بعض كل الحاجات اللي بتخلي الكيكه تفشل معاكي، والحاجات اللي هتخليها ان شاء الله تطلع معاكي تحفه كده زي ما انتم شايفين. فاتحه من جوه، في ناس برضو تطلع معاها الكيكه غامقه من جوه، هنقول ليه. فاتحه من جوه وهشه ومرتفعه. انا على فكره الصينيه دي اكبر صينيه عندي، تمام. وكمان دول 3 بيض بس، يعني عملتها ب3 بيض بس. يعني لو كنت عملتها باكتر، في ناس بتعملها ب5 ب6، كانت هتطلع مرتفعه اكتر من كده. وكمان بيرجع لحجم الصينيه. هنقول كل ده مع بعض. اول حاجه معانا المقادير. معانا هنا تقريبا اللي معايا دول، انا يعني تقريبا كده هما 2.5 كوباية دقيق، تمام. بس انا الكيك عندي ما يعني مش بميزه او مش بقدره بمقدار معين، لان في كل دقيق بيختلف عن التاني. بقى معانا 2.5 كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية سمنة على زبدة. لو عايزة تحطي سمنة لوحدها عادي من غير زبدة، بس انا حطيت سمنة على زبدة. معانا كوباية سكر، اللي حابب يزود مش مشكلة. 3 بيض، وباكو 2 فانيليا، وواحد كيك شيف، تمام. اول حاجة الكيك لما بيطلع معاكي غامق، ده من البيكنج باودر. البيكنج باودر العادي بيغمق الكيك، لكن الكيك شيف لا. يعني دي من الحاجات اللي اكتشفتها، تمام. دي اول حاجة معانا، ان الكيك بيطلع غامق مشكلته البيكنج باودر. وكمان التسوية الزيادة، يعني التسوية الزيادة بتطلع معانا الكيك برضو غامق. الكيك ممكن ياخد مثلا في الفرن ساعة، ساعة الا ربع. فكل شوية احنا بنشغل اللمبة بتاعة الفرن، وبعدين بنشوف ممكن لو هزيتي مثلا الفرن شوية كده ولقيتيها لسه بتتحرك، يبقى هي لسه. لو هزيت الفرن شوية مثلا، دي من الحاجات اللي انا بعملها، ولقيت لسه الفرن لسه الكيكة جمدت خلاص. فبعد الساعة، مفيش حاجة اسمها بعد الربع ساعة ولا بعد نص ساعة، بعد ما تكمل وقتها هنفتح الفرن. خلاص كده هي كملت الساعة او الساعة الا ربع، تمام. وعرفنا ان الفرن خلاص، ان هي خلاص استوت، وان هي خلاص كده المفروض تمام. هنفتح بقى يعني بشويش جدا، مش نفتح الفرن مرة واحدة. ونشوف بقى، نختبر بخلة او سكينة، لو طلعت نضيفة تمام، ما طلعتش هنستنى عليها شوية، تمام. دي تاني حاجة. اول حاجة عشان ما نتوهش من بعض، احنا حطينا ال3 بيض. نقول المقادير الاول، بعدين نقول الحاجات اللي هي، وانا معاكم هقول لكم الحاجات اللي بتخلي الكيك تفشل. انا بقول كده مش سمعت من حد او شفت فيديوهات، لا انا بقول كده عن تجربة. ان انا بصراحة كنت بعمل الكيك، وخصوصا كيكة البرتقال دي كانت بتفشل مني دايما دايما. يعني مش عاوزه اقول لكم ما فيش مره عملتها كانت نجحت معايا. فبقول لكم التفاصيل دي عن تجربه. اول حاجه هنضرب البيض الاول والفانيليا مع بعض لحد ما البيض يعمل فوم كده معانا ويتضرب كويس وتضاعف حجمه. في حاجة هنا برضو، علشان ندخل كمية هواء كتيرة للكيك، نشيل الفتحة اللي هي بتبقى في غطا الخلاط من فوق. طبعا نبقى حاطين ايدينا علشان ما يطرطش ويخرب الدنيا. هنا احنا حطينا ال3 بيض وضربناهم الاول، بعدين رجعنا حطينا السكر وضربناه تاني، وبعدين بقى رجعنا حطينا السمن، تمام، او الزيت لو عايزه تعمليها بزيت مفيش مشكله. وحطينا اللبن، تمام. يبقى حطينا الاول 3 بيض، عاوزه تكتري البيض مفيش مشاكل. ممكن تخليهم 4 أو 5. وحطينا كوباية، ضربناهم الأول. هنا اللي معايا ده بشر برتقان، أنا ببشره وبحطه في الفريزر. يعني في موسم البرتقان بعمل البرتقان لما باجي افرزه، باخد بشر البرتقان ده، شايفين انا بحطه، لا ده متلج يعني لسه طالع من الفريزر، وبيقعد معايا يعني فتره كبيره جدا، بحتاجه بقى في الكيك.
الفترة اللي ما بيكونش فيها برتقال بصراحة بيدي نكهة حلوة جدا، وبحسه بيقلل من بيقلل من زفارة البيض، يعني بيخلي الكيكة كده طعمها حلو كده، ومش بيمرر خالص على فكرة. تمام، احنا زي ما قلنا شلنا خلاص الغطا بتاع اللي فوق علشان ندخل اللي فوق الخلاط، علشان ندخل كمية هواء في الكيك، ده يساعد ان هي الكيكة تطلع هشة معانا. تمام، دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن اللي احنا نعملها علشان الكيك يطلع هش معانا مرتفع. تابعوا الفيديو، ما تجروش الفيديو بكل التفاصيل دي علشان في الاخر تستفادوا من كل حاجة في الفيديو. تمام، هنا بقى حطيت كمية الدقيق تقريبا كوبايتين. انا بحب بصراحة اضيف للكيك الدقيق تدريجيا، ما بحبش ان انا اضيف مثلا اللي هو مقدار 3 كوبايات، فانا ممكن اقولك 3 كوبايات دقيق، فممكن نوع الدقيق اللي عندي يختلف عن نوع الدقيق اللي عندك، فالدنيا تبوظ. تمام، فهي يعني هي في الحالتين الدنيا مش هتبوظ. تمام، لو الكيك طلع مثلا مقداره تخين معاكي تقيل، العجينه تخينه وتقيله، هتضيفي لبن دافي. تمام، هتضيفي مثلا ميه دافيه، مفيش اي مشكله خالص. لو طلع طبعا خفيف بنزود دقيق زي ما احنا عارفين. خلاص بقى كده، هنا بقى في حركه تانية علشان الكيك ما يهبطش منك وتقولي انا حاطه البيكنج باودر كويس جدا، وكيكه كانت بتعمل فقاقيع معايا وانا بدخلها الفرن، وبعدين دخلت الفرن قعدت وقتها وما زي ما هي، زي ما دخلت زي ما خرجت، ما عليتش معايا خالص ومعجنه من جوه. مع ان الكيكه كانت وانا بعملها كانت فيها فقاقيع، وكانت يعني تحسيها ان هي يعني البيكنج باودر متفاعل قوي. هقول لك ليه. انا هنا عملت ايه، ضفت نص كميه الدقيق، وفضلت اقلب بقى في الكيك بقلب جامد. تمام، انا مش حاطه بيكنج باودر لسه، هضيف اخر كوبايه دقيق او اخر نص كوبايه دقيق، وهضيف معاها البيكنج باودر في الاخر خالص، بعد ما اكون قلبت جدا، لان كتر التقليب ده بيهبط معايا الكيك. انا هنا بقلب بالراحه بس علشان مسرعه الفيديو فباين ان هو ايه، سريع. فانا هنا هضيف شايفين الكيك، شايفين قوام الكيك نفس القوام ده. انا ضفت كميه الدقيق كلها اللي كانت معايا، ما احتاجتش دقيق تاني. القوام بيبقى كده قوام الكيك المظبوط، لا هو خفيف مايل للخفيف ولا هو مايل للتقيل، يعني تشوفيه بايدك كده، ايدك ميزان، فتحسي ان هو لا تمام كده. هنكون بقى جايبين صينيه الومنيوم. يا ريت الالومنيوم يا جماعه، البايركس مش حلو خالص في الكيك، ولا الجرانيت ولا التيفال، هو الالومنيوم اللي بيطلع الكيك معاك حلوه جدا. انا جبت اكبر صينيه عندي. تمام، وبدرتها طبعا بالدقيق زي ما احنا عارفين. و... وعلى فكرة انا ساعات بحطها كده من غير دقيق يعني، وخلاص حطينا باقي كمية باقي الكيك وحطيناها في الفرن. هنعمل ايه بقى في الفرن، هنحطها على رف اوسط. هنحط الكيك، هنشغل الفرن الاول طبعا قبل ما نبدا في الكيك خالص، هنسيت اقول لكم نبقى مشغلين الفرن. بس من يعني لو هنحاول ان احنا لو هنتاخر مثلا، تمام، لو هنتاخر في ان احنا هنعمل الكيك وايدنا بطيئه شويه، هنشغلها في وسط ما احنا بنعمل الكيك، يعني نكون خلاص قربنا نخلصها فنشغل الفرن. لكن لو ايدنا سريعه في الكيك وبنعملها بسرعه، هنشغل قبلها، لان لازم تدخل فرن سخنه، بس مش سخنه قوي، علشان لو دخلت برضو سخنه قوي هتاخد لون من فوق ومن تحت، وهتبقى نيه من جوه وهتهبط معايا الكيك. تمام، فيبقى مدخلينها على فرن ساخن بس مش ساخن قوي ولا بارد قوي. تمام، هنا هي خرجت معايا زي الفل. انا كل اللي عملته ان انا فتحت كده عليها الاول الفرن لما حسيت ان ريحتها طلعت، فخلاص فتحت الفرن كده اشوف، فلقيتها مش واخده لون من فوق. رحت بقى حطيت سكينه الاول، لازم اتاكد ان هي استوت علشان اعمل الخطوه دي، علشان افتح الفرن اصلا، لان لو ما استوتش هتهبط معايا. فهفتح الفرن براحه جدا جدا جدا، وهشغل الشوايه من فوق تاخد لون من فوق. تمام، وبعد كده بقى هطفي واستنى شويه، وبعدين هخرجها. وانا خرجتها والله وهي سخنه، يعني ما استنيتش لما تبرد، حتى انا بقطعها معاكم وهي سخنه. تمام، يبقى اول حاجه خالص، الكيك بيسود ليه؟ بيسود من البيكنج باودر. البيكنج باودر العادي بيخلي الكيك يسود. الكيك شيف هو حلو جدا، بيخليها لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده معايا، والله كان لونها افتح من الكاميرا كمان ظلمه. تاني حاجة، الكيك برضو بيسود ليه؟ تاني حاجة علشان ممكن بنسويها زيادة، يعني ممكن تبقى خلاص ميعادها ساعة الا ربع استوت، احنا بنقعدها ساعة، فربع ساعة دي بتفرق، بتخلي الكيك ياخد لون من تحت جدا. اللون اللي من تحت ده بيبقى خلاص اللي هو يعني خد لون قوي، فاللون بيكمل على باقي الكيك من فوق.
بيطلع على باقي الكيك من فوق، فتحس ان هي كلها لونها بني مش لونها فاتح زي كده. تمام. تاني حاجة الكيك بيهبط معايا نحط البيكنج باودر في اخر نص كوباية دقيق، ما نضيفش البيكنج باودر في الاول علشان نقلب براحتنا ونضمن ان الكيك مش هيهبط معانا. برضو من الحاجات اللي بتهبط الكيك الفرن. ندخل الكيك على فرن ساخن، مش ساخن قوي، تمام، ونسيبها لحد ما تكمل الوقت بتاعها كله. يعني خدت الساعة الا ربع تمام، خدت الساعة تمام. ولما نيجي بقى نشوف هنختبرها ان هي استوت ولا لا، نفتح الفرن بالراحة جدا جدا جدا، تمام، علشان الكيك بيتعرض، انت بتفتح الفرن جامد فبيتعرض لهوا، الهوا ده بيدخل الفرن فالكيك بيهبط معاه. لان الكيك لازم يبقى محافظ على السخونه بتاعه الفرن، لازم تبقى محافظه على نفسها علشان الكيك يكمل تسويه. بكده انا قلت لكم كل الحاجات اللي هتخلي ان شاء الله الكيك ينجح معاكم. وحبيب قلبي يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.